تعال اسمع. كلمة بقى الزمالك الاهلي بمن حضر ولا فلان بمن حضر، دي كلمة الزمالك خدتوها مننا وسرقتوها مننا زي ما تسرقوا كل حاجة. سرقتوا اللعيبة وسرقتوا الكلام والشعارات والسلوجانات وكل حاجة بتاخدوها، بس ان شاء الله باذن الله مش تقدروا تاخدوا فرحة جمهور الزمالك. ده الكابتن طارق السيد، بلاش بقى كابتن ايه وبتاع ايه، ده طارق السيد. طارق السيد اللي طالع بيقول ان الزمالك هو صاحب مقولة وشعار الزمالك بمن حضر، الزمالك بمن حضر، وبيتهم جمهور الاهلي وبيتهم النادي الاهلي بسرقة الشعارات وبيتهم سرقة النادي الاهلي بسرقة اللاعيبة. طيب كابتن طارق، انت 1966 احنا كنا مكتوب شعار الاهلي يا مدرسة لعب وفن وهندسة، سرقتوه مننا وما اتكلمناش وقلنا عادي جدا. علقتوا يافطة عريضة مكتوب فيها الزمالك بطل القرن الحقيقي، احنا واخدين اللقب ده من الكاف. طيب بعدين قلتوا سرقتوا اللعيبة بتاعتنا، سرقنا اللعيبة بتاعتك يا كابتن؟ احنا مفيش لاعب خدناه من عندك كابتن، احنا خدنا امام عاشور من ميتلاند الدنماركي، خدنا زيزو كان لاعب فري، لاعب مخلص عقده معاك، فين اللعيبه اللي احنا خدناها من عندك يا فندم؟ طيب دي انا برد على الكابتن طارق السيد اللي هو اصلا يعني ملوش 60 لازمه عندنا، ملوش 60 لازمه. طبعا انا كلامي موجه لمجلس اداره النادي الاهلي. كابتن محمود، احنا جه من فتره مروان حمدي لاعب بيراميدز غلط في جمهور النادي الاهلي، وانت ما طلعتش يا كابتن محمود جبت لنا حقنا لغايه دلوقتي. كابتن محمود، احنا قبلها عضو من اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك غلط في جمهور النادي الاهلي، وحضرتك ما طلعتش جبت حق الناس، وقال على جمهور الاهلي وقال على الاهلاويه كلهم انهم جهله، وما طلعتش جبت حق الناس. النهارده الكابتن طارق السيد طالع بيقول وبينعت جمهور الاهلي انه حرامي، انه سرق. كابتن محمود، كابتن محمود حضرتك فين؟ كابتن محمود حضرتك فين؟ حضرتك فين من كل الكلام ده يا كابتن؟ يا ريت الرساله توصل ان احنا لحد دلوقتي احنا على الاخر يا كابتن محمود، احنا على الاخر.